السلام عليكم. ايه رأيكم بقى في صينية المسقعة القمر دي؟ هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وكمان من غير ولا نقطة زيت. مكوناتنا ايه؟ معانا 200 جرام من اللحمة المفرومة، معانا فلفل رومي مقطعينه شرايح، والباذنجان الحلو بتاعنا ده، وكان عندي كوسة على بطاطساية كانوا عندي كده في التلاجة، قلنا كمان نحطهم عشان نكمل بقى الصينية بتاعتنا وتبقى وجبة غذائية كاملة. هقشر البدنجان بتاعي بالشكل ده. طبعا عارفين كلنا البدنجان وفوائد البدنجان، يا ريت ناكله وناكله لاولادنا. هقطعه بقى يا حبيبتي بالشكل ده كده، مش عايزه تخين قوي ولا رفيع، حلو السمك كده كده. هقطع بقى كل الكميه اللي عندي دي، وهرش لها رشه ملح خفيفه اهو بالشكل ده بكل سهوله وكل بساطه. قطعنا البدنجان بتاعنا كله يا حبايبي، رشيت له رشه ملح خفيفه كده اهو بالشكل ده كده. وهعمل بقى العصاج بتاعي، عبارة عن ايه؟ مكعبين من التوم المفروم اللي احنا طبعا فرزناه مع بعض. اللي حابب بقى يرجع لتفريز التوم، ده كان توم على كمون على كزبرة. ضفت لهم اللحمة بتاعتي وهقلبهم بالشكل ده على 3 معالق من الزيت، هيبقى ده شكلها. هضيف له طبعا عصير الطماطم التقيل مع الكزبرة والكمون والملح. هنا بقى في قاع الصينية هرص البطاطس مع الكوسة، هتدي للصينية بتاعتنا طعم حلو قوي يا جماعة، بس هما مش ضروري خالص في الوصفة. رصيناهم يا حبايبي بالشكل ده كده مع شرايح من البصل، وهرص البدنجان بتاعي بكل سهولة اهو. هنعمل صينية المسقعة بتاعتنا النهاردة ني في ني، مش هتاخد مني ولا نقطة زيت، وهيبقى طعمها ولا أروع. هتقدري بقى تقدميها مع طبق رز، تقدري تقدميها مع عيش ومخلل، بصراحة وجبة كاملة متكاملة وطعمها حلو قوي. حطينا قرن من الشطة مع شرايح الفلفل الرومي اهو بالشكل ده يا حبايبي، اهو بالشكل ده كده يا حبايبي. وهضيف لها بقى اللحمة. طبعا اللحمة انا مش عايزاها تتسبك قوي، عايزة فيها صوص كده، عشان ده اللي هيسوي لي طبعا البدنجان اهو بالشكل ده. هضيفهم بقى على الصينية بتاعتي كده، هبقى مولعة الفرن بتاعي قبليها. هدخلها يا دوبك على درجة حرارة 180، هتقعد تلت ساعة وهيكون ده شكلها. وجبة سهلة طعمها حلو، اقتصادية، حلوة قوي لما تكوني مثلا بتشتغلي ولا حاجة تعمليها من بالليل وتيجي تسويها على طول. طعمها حلو يا جماعة، مغذية. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم، متنسينيش بقى في اللايك والشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم، واقول لكم السلام عليكم.